السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ صحيحه؟ لاباس؟ كلشي هو هذاك الحمد لله. الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون زوين بزاف، الموضوع اكثر من رائع. يعني شي حاجه اللي حنا كنعيشوها والروتينات اللي حنا بعد شي مره فاش كنتكاسلوا كنجيبوها في ريوسنا. وبصح النيت فاش كتكاسلي كتجيبيها في راسك كيولي عندك ضغط نفسي، كتولي الدار مرونه، كتولي نتيا غير معصبه، بزاف ديال الحوايج كيوليو خايبين. كاينه ولا لا؟ المهم بالنسبه لي الروتين اللي اعتمدت انايا في في الحياه ديالي وهو الفياق بكري. شحال ما فقتي بكري شحال ما مزيان. اللي غتجي وتقول لك ايوا انا ما خدامه ما والو نفيق انا بكري، الشغل دغيا كيتسالى، ايوا اش غنبقى كندير؟ الفياق بكري سبحان الله العظيم فيه البركه. فاش كتنوضي في الصباح بكري، فاش كتقضي شغلك، يعني كتلقاي راسك ل 11 12 ساليتي. فاش كتنوضي مع ال11 وكتلقايك حتى ل11 الليل وانتيا مازال واحله في الشغل، بحال داك الشغل بحال كيرجعك اللور. فهمتي كيفاش؟ بحال دابا تنوضي غتغسلي الماعن غديري وانتيا مربجه، دوك الماعن غتغسليهم في ساعات المكانه، داك الخبز ما غيبغيش يخمر لك، الدار ما غتبغيش تجمع مرونه من طبيعه الحال، لحقاش الدراري ديك الساعه صافي كيكونوا توقدوا، يعني خصهم يلعبوا، خصهم يرونوا، خصهم يزعلكوا، خصهم هادي. فهمتوا البنات؟ يعني فاش كتنوضي الصباح بكري سمحوا لي كديري كتنوضي كتصلي صلاتك، كتديري الروتين ديالك يعني عادي، كتغسلي وجهك. ضروري البنات، ضروري 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 فاش تنوضي تمشطي شعرك، ديري شويه ديال العكار، ديري كحول، المهم ديري شي حاجه باش تطلعي الطاقه ديالك. الا درتي هاد الحاجه هادي عرفي ان النهار كامل غيدوز لك واعر. ماشي تنوضي نيشان الكوزينه وماشي تنوضي نيشان مع الدراري، لا، نوضي عطي وقت لراسك ولو غير 10 ديال الدقائق. راه لا دخلتي للحمام في الوقيته اللي انت كتدخلي للحمام، اي واحد عنده مرايه في الحمام، يعني اي وحده عندها مرايه في الحمام، غتدخلي غتشوفي وجهك، غتقادي وجهك، يعني غديري واحد ليكرون ديال الشمس ولا هادي، لحقاش في الدار الا كنتي غادي تخبزي ولا كنتي غتطلعي للسطح ولا هادي، راه ضروري غير الاشعه ديال الشمس بوحديتها راه كتسمر البشره. ماشي بالضروره تعرضي للشمس مباشره باش البشره ديالك تشهاب ولا يوليو فيها بقع داكنه ولا يولي اللون غير موحد ولا هادي. راه غير الاشعه بوحدها راه تقدر انها تسيطر لك على البشره ديالك. يعني اعطي وقت لراسك هو الاول. هنا البنات غنحبس معكم شويه وغادي نقول لكم على هذا الكوفيتير هذا اللي كيجي بنين وكيجي غزال، كنتمنى انكم تجربوه، واكيد غتكونوا كتجربوه في ديوركم. زعما هادشي هذا راه من جدودنا. المهم البنات عندي كيلو ديال الليمون، وعندي نص كيلو ديال الخيسو. بالنسبه للسنيده راكم شفتوا شحال درت زلافه وواحد شويه، لحقاش انا ما كنتبعش ديك القاعده ديال كيلو ديال الليمون مع نص كيلو ديال سنيده ولا 2 كيلو ديال الليمون مع كيلو ديال سنيده. انا ما كنتبعهاش، انا كندير الحلاوه على حساب الذوق ديالي. يعني ما هو في نفس الوقت راه كيجي حلو، راه واخا ديري غير زلافه كيجي حلو، وحتى ما جاش حلو كيجي محمض، كيجي باين داك المذاق ديال الليمون، بايق المهم كل حاجه باينه المذاق ديالها. فهمتوني البنات؟ وكيبقى الاختيار ديالكم نتوما وانتوما تعرفوا. انا هنا عندي واحد، راه انا عندي هنا اكثر من كيلو ونص، لحقاش راه الليمون راه جاب ليا 2 كيلو، حيدت منه تقريبا واحد 8 د الحبات، هو اللي حيدته عطيت لولادي يتعشاو به. يعني حطيته لهم مع العنب مع هادي داكشي اللي قسم الله، وداكشي الاخر كامل جبته كملت ودرته في، يعني عندي تقريبا شي كيلو ونص ديال الليمون. صافي كتخليه تقريبا يا اما يبات ليله كامله، يا اما تخليه واحد ساعتين ديال المكانه لما كتطلق داك الماء ديالو، على ما السنيده كتطلق في داك. المهم خيزو كيطلق الماء ديالو، الليمون كيطلق الماء ديالو، وما تنساوليش عصير ديال الحامضه، ضروري عصير ديال الحامضه باش كيزيد النكهه ديالو، كتزيد مزيان. هنا كنبين لكم من بعد انا راه خليته ليله كامله. راه النهار البارح فاش صورت معكم الفيديو جبت التقديه، راه ديك النهار هذاك راني قاديته وخليته حتى لغدا لي عاد بديت معكم الروتين به. صافي هنايا ها هو من بعد ما طاب ليا كنطحنو بالميكسور. طحنه غير خفيفه، ماشي تبقاو كطحنوا سيولي لك العصير، كطحنوه طحنه خفيفه، ومن بعد كترجعوه شوفوا القوام ديالو. غنعطيكم واحد النصيحه، ما تخليوهش في هذا القوام، لحقاش هو الكوفيتير شحال ما خليتيه شحال ما كيقصح. فاش كديريه في البوطه انتي كتشوفي ديك الساعات الخفه اللي بغيتي نتيا. بغيتيه مثلا خفيف كتزيدي الماء بزاف، بغيتيه يجي عاقد
كتزيدي الماء غير شويه وانت عينك ميزانك، يعني الماء هذا هو السر ديالو في الكوفيتير. واخا تجريه مثلا ديريه جاري شويه، راه فاش كتحطيه في الثلاجه عاوتاني غير كيباس، فاش كتبغي تخرجيه كتلقايه عاقد. اما الا خليتيه بديك العقوديه ديالو الاولى راه كيولي قاصح، ما كيتمشاش في الخبز. فهمتوا البنات؟ هادشي اللي كاين، وهذا هو السر ديال الماء. هادشي علاش انا كندير فيه الماء، وراكم ديجا كنت فاش صوبت معكم ديال التفاح حتى هو كنت زدت لكم فيه الماء باش اخفاف ليا، باش ما بقاش عاقد بزاف. والصراحه ديال التفاح انا ما عجبنيش بزاف، انا كيعجبني ديال المشماش، وكيعجبني ديال الليمون، وكيعجبني ديال الفريز. هادو هما ثلاثه ديال انواع الكوفيسير اللي انا كنحماق عليهم وكيعجبوني، وتا وليداتي كياكلوهم ليا. اما ديال التفاح النهار فاش درتو راه الاغلبيه كنت كنعمر به غير المادلين. داكشي اللي كاين البنات، وهادشي اللي كاين. ونكمل معكم على الموضوع اللي كنا ما بقيتش عاقله على النقطه بالضبط فين بقينا، ولكن من خلال تجربتي انا مع الفياق بكري كنلقى راسي انني 12 كنكون مرتاحه. 12 الوحده المهم قبل الظهر كتكوني مرتاحه، كيبقى لك الوقت انك تهبطي. هادشي كنستاليو حنا يعني الجميع ديال الدار والكوزينه، كيبقى لك الوقت انك هنا تبان بالكم بجلابتي راه خرجت جبت كسكسو جيت في البلاصه كملت بجلابتي، ما بغيتش عاد نحيدها حيت غنرجع نجيب بنتي من الرود مع 12 غتخرج مع 12. داكشي علاش بقيت بجلابتي. المهم البنات كتسالي شغل ديال الكوزينه، وكتسالي الماعن ديال الكوزينه، وكتجمعي الدار وكتسيقيها. كيبقاو لك دوك الحوايج اللي انت درتي التصبينه ديالهم في السطح. دوك الحوايج يا اما بعد شي مره كنطوي في السطح وكنهبطهم، يعني كنفضهم وكنطويهم كنديرهم في البانيو في السطح وكنهبط، ويا اما كنخليهم زعما حتى كنهبطهم الناموسيه عاد كنطويهم على حساب، يعني على حسب انا وشنو عشق ليا. عجبتني الشميشه بغيت نجلس فيها راني كنطويهم تما، جاني الجو ماشي هو هذاك راني كنهبطهم ناموسيه نطويهم. شوفوا البنات لك ساعه ديال الكسكسو جات ما شهيتكم فيها، جات غزاله تبارك الله. صافي كيبقى لك النهار كامل بحال دابا انا هذا الروتين اللي صوبت لكم هذا النهار هذا. تخيلوا معايا ساليت الروتين ديالي هنا، راه حتى رجعت راه ساليت الروتين وتغديت وتكيت شويه وديت بنتي للمدرسه. بعد تغدينا وديت بنتي للمدرسه ورجعت وتكيت واحد شويه، ودازت عندي جاره قالت لي يلاه نمشيو نخرجوا نطلقوا رجلينا، قلت لها يلاه مرحبا. علاش؟ لحقاش فاش تغديت غير تغدينا سالينا جمعت ديك الطبله مسحتها مزيان وسيقت عاوتاني الارض. راكم عارفين ان النهار ديال الكسكسو الناس اللي متبعيني راه عارفين نهار الكسكسو راه ضروري 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 كنجمع الطبله كنسيق، حيت كتولي لي الدار ما نقولش لكم كيكون نايض فيها الحرب، بحال الحرب داز فيها، بحال داز لي فيها الحرب نيشان كنسيقها. المهم ديت بنتي للمدرسه سيقت الدار جيت تكيت. فاش دازت عندي الجاره ما كنتش زعما كاع عارفه الجاره غدوز عندي تقول لي لا نطلقوا رجليك ولا نطلقوا رجلينا ولا هادي. لقاتني جامعه داري مسيقه داري، قلت لها يلاه مرحبا. يعني فوق ما رجعنا ما عنديش مشكل، غنرجع غندير لولادي كانوا مغدين مزيان، غنرجع غادي نصاوب ليهم غير هكا كاسكروط وغادي يجلسوا عاوتاني ويتسناو العشاء. يعني الدار مجموعه. كون كانت مثلا الدار مكرفصه وهذه واش غادي نخرج؟ ما غاديش نخرج. يعني انا ضيعت عليا واحد الخرجه. هاد الخرجه هذه البنات اللي كتخرجوها راه ماشي حبا في الخريج ولا كتخرجي لا كتخرجي باش كتبدلي النفسيه ديالك، باش كتبدلي الجو، باش عاوتاني كتحيدي ديك الطاقه السلبيه وكتجيبي ديك الطاقه الايجابيه. فهمتي؟ غير هي الخرجه كتكون يعني عندها قواعد. فرق راه كاين اللي كيخرجوا غير باش يتنموا، كاين اللي كيخرجوا غير باش يهضروا في الناس، كاين اللي كيخرجوا غير باش يبرقوا، كاين اللي كيخرجوا غير باش ما ياثيريو شي حاجه ما كايناش. فهمتوا البنات؟ راكم كتفهموا. وكل واحد باش كيخرج، كاين اللي كيخرج باش كيبدل النفسيه ديالو، باش كيبدل الجو، باش المهم كيتبادلوا افكار. فهمتوا كيفاش؟ بحال دابا هاد الجاره هادي فاش خرجت انا وياها مثلا قالت لي راه كاين واحد الهري هنا وهنا، كاين واحد التسويقه زوينه هنا، كاينه يعني كتستافد مني وكنستافد منها. كنهضروا في شي مواضيع ديال الدار، شي مواضيع اللي غتفيدني وتفيدها، شي مواضيع على الدراري، شي مواضيع يعني شي مواضيع اللي هي مهمه بعيدا كل البعد على على الناس. فهمتوني البنات؟ هادشي اللي كاين.
كنتمنى الموضوع يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو غير شويه. يعني شنو هو الموضوع؟ هو انك تفيقي بكري وتقضي شغالك بكري. الا جات شي خريجه ولا جا عندك شي واحد على غفله ولا هادي، كتكوني ما كتحطيش في واحد الموقف اللي هو محرج. راه بعد شي مره كتكوني جالسه ما عليك ما بك حتى كيدق عليك شي ضيف الله جا عندك شي وحده كانت حتى هي طالعه على الدم جالسه، قالت ارا نمشي عند فلانه، كتجي عندك. يعني باش ما تحرجيش راسك وما تحرجيهاش، ما تندمياش علاش جات عندك، كتكوني جامعه دويرتك وقاده وقافزه باش كتجي عندك ما كتحرجيها ما كتحرجي راسك. يعني ها انت مزيانه. فهمتوا البنات؟ بالنسبه للخرجه راه حتى جبت بنتي من الروض. بالنسبه للبنت في الروض بعد شي مره كنخرجها مع الربعة مع الربعة ونص مع الخمسة، هي الوقيته كتخرج مع الخمسة. ولكن الا بغيت نخرج ولا شي حاجه كنخرجها فوق ما بغيت. فهمتوا؟ يعني فاش كنا خارجين دزت على بنتي بعدا صيفط البنت الكبيره جابت لي البنت، جابت لي اختها وخرجنا. هنا كنوريكم هاد البسبوسه اللي ديما كنشاركها معكم. غير هذه درت فيها 2 كيسان ديال الحليب وبيضه وكاس تقريبا كاس اللارب ديال سنيده ونص كاس ديال الزيت. صراحه كتجي رائعه كتجي زوينه. صافي في العشاء درت لهم شويه ديال الفريت. تبان لكم الكوكوط، انا بنات الكوكوط راه كندير فيها كلشي. دابا بانت ليا توسخات وقلت نقلي فيها الفريت على ما نطلع نحكها، وديك الساعه عاوتاني نردها ديال الطياب. صافي درت لهم هما الفريت ودرت لهم داك لادان بمطيشه. انا سلقت لراسي الروز ودرت داك لادان طوماطيشه درتهم الفوق. وداك لادان تاع البنات مشرمل على حقو طريقو، يعني فيه الثومه بالزايد، فيه المعدنوس، فيه القزبر، فيه العطريه، يعني بدير بصح. وبسلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله.